بيبدأ الفيلم بالأسطى سيد وهو بيشرب خربوش شاي مع الصنايعية اللي شغالين معاه في الورشة، وبيكون واقع في مشكلة، ما تعرفش بقى ايه نوع المشكلة اللي ممكن تحصل لصنايعي فتخليه يوقف شغل الورشة، بس بيقولوا إن الضرايب حجزت على الورشة ومحتاج 10,000 جنيه في حادثة تقريبا الأولى من نوعها. الورشة هتروح مننا يا سيد. حل ايه اللي يروح مننا يا فهد؟ انت عارف انا عملت عشان اوقف المحل ده على رجلي بعد ابويا الله يرحمه ما مات؟ يا اسطى وقفتها على رجلها ازاي يعني؟ ما الضرايب حجزت عليها اهي وهتضيع، وبعدين انا عايز اعرف مين الراجل اللي عمال تكلمه في مصيبه ده وقاعد يشرب شاي. ومن دي مصلحه الضرايب، لو هي اللي قاعده بتسمع كانت هتتعاطف معاك اكتر منه. ده انا هشحت افهمه والمحل ما يروحش منه. واحنا يا اسطى مش هنسيبك. للعلم بس بعد ما قال له الجمله دي محدش فيهم ظهر تاني طول الفيلم، تقريبا كده سابوه فعلا. بتكلم يا اخي جوز اختك يا اخي، ما على قلبه فلوس قد كده. جوز اختي يا اخوانا اللي عايزين نكلمه. هو انت هتاخدهم كده؟ انت هتستلفهم يعني. اتكل على الله وكلم اختك. بس صدق عندكم حق، ما انا لازم اكلم اختي، مش معقول يعني هتذلل حد غريب. والله انا اختك دي ما شفتش اغرب منها عموما في اي عمل. بنروح لبيت اخته زينب وجوزها فوزي. بقول لك ايه ياما، كلمت ابويا في حوار فلوس المدرسه. انت ممكن تعتقد في البدايه كده ان ابوه في مشوار مثلا وهو بيشكي لامه، بس انا لو فتحت لك الكادر شويه هتزعل. مش فاهم ليه طول الفيلم اي اتنين بيتكلموا بيتعاملوا مع التالت في الكادر انه مش موجود. يا ابني ما ابوك قاعد جنبك اهو، ما تقول له، وبعدين تقول له ليه؟ ما اكيد سامع اصلا. ولكن بيظل الابهار مستمر عشان يكون الاغرب من كل ده هو رد فعل ابوه. ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ ماله ابنك يا زينب فيه؟ شفت مش عارف حاجه الراجل يا عيني مش موجود معاهم. بيحاول الابن يقنع ابوه بانه محتاج فلوس المصاريف للمدرسه، فبيقول له ان هو هيشتري توك توك ويشغله عليه، وبينصحه يسيب الدراسه ويروح يفتح ستارت اب كده ويقدم في برنامج شارك تانك. يا التوك توك ده بكره يبقى 2 و3 و4، قوم اعمل كوبايتين شاي يلا قوم. حاضر يابا. جرى ايه يا فوزي؟ ايه حكايه موضوع التوك توك ده والواد اشتغل عليه؟ ايه حكايه موضوع التوك توك؟ سؤال يستحق التامل الحقيقه. يعني الراجل بقاله ساعه بيحكي في ودنك تقريبا، لو قدم 3 سم هيقعد مكانك. ففي وسط ده كله احنا كصناع العمل شفنا ان ده وقت مناسب جدا عشان نسال ايه هو موضوع التوك توك اللي الراجل بقاله ربع ساعه عمال بيشرح فيه جنب ودنها. انا عندي سؤال بس، يعني زينب بتهوب مروحه وفوزي لابس ترنج شتوي، هل دي اشاره من المخرج ان كل واحد قاعد في بعد زمني مختلف عشان كده بيسمعوش بعض في المشاهد؟ المهم بيتصل سيد باخته عشان يطلب منها فلوس. بصراحه يا زينب يعني انا كنت قصدك في حاجه، يعني كنت عايزك تكلمي المعلم فوزي جوزك يسلفني 10,000 جنيه. خلاص يا سيد بطل افواره، اديك انا الفلوس يا سيدي وبطل الرياكشنات دي. بيسمع فوزي انه عايز الفلوس فبيقول لزينب انه موافق يدي لاخوها الفلوس وتبلغه بكده، وبعد ما بتقفل بيقول لها انه هيجيب لها الورشه اللي كانت بتحلم بيها واللي اخوها ورثها من ابوهم لحد عندها. يعني مش هي اللي هتروح حتى، لا ده الورشه هتجيلها لحد عندها. وازاي دي يا فوزي هتجيبها لي؟ فهمني بس دماغك فيها ايه وناوي تعمل ايه؟ ازاي يعني؟ ما واضح جدا هيمضي عليها الف ب غدر، يعني ده احنا مسمين الفيلم الغدر. هنوضح لك ايه اكتر من كده؟ الحمد لله بعد كميه الاستغراب دي قدر فوزي انه يقنع زينب انهم هياخدوا الورشه. هو ليه الممثلين بيظهروا فجاه وبيختفوا فجاه من المشهد؟ طب حتى جيبوهم هم داخلين الكادر او خارجين. يا سيدي هو فين الكادر اصلا؟ يلا بيسلف فوزي الفلوس لسيد، واللي في المقابل هيمضي على كمبيالات وهيرجع له الفلوس 15 بدل 10. افهم كده دول وصولات امانه. بيتصدم طبعا سيد في نسيبه، مع انه لو ركز في وشه شويه هيحس ان ده طبيعي يصدر منه عادي. انت ما قلتلوش ولا ايه يا زوزو؟ مش تقولي له يا زينب؟ انت ما قلتلوش ليه يا زينب؟ هو ايه مال اخوكي في ايه؟ وانت كنت عايزه تقول له ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. كل ما سيد يقول له حاجه يرد على زينب. المشكله بقى ان بعد ساعه راغي على حوار الامضاء زينب اخيرا صحت من النوم. كده برضه يا فوزي بتمضي اخويا على وصولات امانه مش مستأمنه يعني؟ زينب تقريبا كانت فاكره ان سيد عايز يمضي على التيشيرت، وده لانه افتكره فيرمينيو لما لقاه بيمضي من غير ما يبص. بيتردد سيد ويخاف من الامضاء، ولكن فوزي بيطمنه. انا هاذيك؟ مش موضوع كده بس اختك هتأذيك؟ الصراحه بقى بأدائك وصوتك ده تأذيه. وبعدين يا عم سيد ربا بربا بقى كنت رحت خدت قرض واتحبست اكرم لك بدل اللي انت مدخل نفسك فيه ده ومدخلنا معاك. 15 وصل يا زينب. هو مش متضايق من حوار الفلوس قد ما هو مكسل يمضي على كل الايصالات دي، وبعدين 15 وصل على 15,000 جنيه كتير الصراحه. بعدها بتهب في دماغ فوزي انه يمضي مراته كمان مع اخوها كضامن، مش عارف ليه. اخوك هيمضي وهي كمان اللي هو يلا بقى بما اننا بنمضي يلا كل اللي في الكادر يمضوا يلا. لكن سيد بيقول له لا اختي مش هتمضي كده، بقى تبقى حفله توقيع في معرض الكتاب ونبقى محتاجين دار نشر، ولو ده حصل انا مش ماضي. فبيقتنع فوزي بكلام سيد وبيخليه هو بس اللي يمضي. خلاص امضي انت. بيكمل توقيع بنفس الستايل البرازيلي المعروف، بنمضي في حته وباصين في حته.
وانا هضرك ولا ايه؟ واخوك بيعمل كده ليه يا زينب؟ ده على اساس ان اللي انت بتعمله ده اللي عادي. فيلم عن الغدر، يعني المفروض ما تبانش انك شرير على طول الخط كده، انت بتنقلب في النهايه. المهم بعد مرور سنه ما بيقدرش سيد يسدد لفوزي، وبياخد فوزي الورشه من سيد. يعني ده لو دخل جمعيه ب1000 جنيه كان سددهم، وبعدين ده ورشتي دي اللي ب15000 جنيه. ودلوقتي لازم اسيبكم مع المشهد الختامي من الفيلم القصير الغدر، مع اداء ينافس اباطره التمثيل في 12 انجري مان، بس هنا هم 2 بس. قمة البجاحة. يعني بعد ما تاخد مني ورشتي غصب واكون انا الوسطى هشغل نصاب عندك؟ ما بقتش ورشتك، بقت ورشتي. ولا ناس الكمبيالات. حرام عليك اقول لك ايه؟ ما هو اللي خلى من لحم من دم بعتني، لازم واحد خسيس زيك يلعب بيا. كلمتين كمان وهخرجك براها خالص. سلام يا ابو السيد، ما تنساش برش قدام الورشه. الله يسامحك يا اختي، تخلينا نذلل جوزك على اخر الزمن اشتغل عنده. وبينتهي الفيلم عشان يتضح ان الغادر الوحيد اللي كان في الفيلم ده هو الغدر بالمشاهد. اصل بص، دايما في قصص الغدر يعني الشخص اللي بيتغدر بيه ده بيرجع في النهايه وبينتصر بقى، والحق والخير والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. لكن هنا هو اتغدر بيه خلاص يا معلم، الغدر دي النهايه. الفيلم اسمه الغدر، اتغدر بيه، خلصت، مفيش اي حاجه، خلص. ما فهمتش ايه المورال من الفيلم او الفكره، يعني ده كان عايز يوصلنا الغدر وحش مثلا، الغدر حلو ما فيش. هو اتغدر بيه، هو الغدر في العموم كده. الفيلم اعتمد في تصويره على الوان شوت والوان لوكيشن والوان رياكشن لكل الممثلين، ما بيعملوش غيره. والحقيقه موضوع ان واحد قاعد في الشوت ما بيسمعش، ده شيء غريب جدا. يعني انا ما شفتوش فيها حته. ايه المبرر؟ يعني ايه الفكره؟ مش عارف والله لو عارف لا اقول لك. لكننا نقدر نقول ونوجه رساله لكل المهرجانات العالميه، مهرجان فينيسيا، مهرجان كان، كل اي حد بيعمل مهرجان في اي حته، ونقول له خلاص يا معلم احنا حضرنا، دلوقتي عندنا افلام قصيره تقدر تنافس. فيا ريت يا ريت يا ريت تقفلوا المهرجانات دي قبل ما نوصل هناك. انا ما اعتقدش انها ممكن تتقال يعني، بس يعني انت متخيل ده فيلم قصير في الاول وفي الاخر، مش عارف هو قصير لدرجه ان هو فاهم احداثه ما كملتش، الجون في النص وقال لك خلاص غدر بيها يا معلم، اقفل هنا كويس كده. وبعدين يعني المبلغ حقير جدا، يعني كنتوا زودوه شويه، واحد هيستلف مثلا نص مليون، مليون، ما حدش هيعد ورانا، احنا بنقول يعني كلام عادي. انت متخيل واحد بيته اتخرب وورشته اتباعت وكان هيتحبس واستلف وبقى شغال عند نسيبه، كل ده عشان ايه؟ 15000 جنيه. كان ممكن اي واحد معدي يسلفهم له عادي تاني غيره ويديهم له، وبعدين يعني فاهم. في النهايه الفيلم كله وحش طبعا، مش محتاجين نقول الكلام ده. وطبعا انا ما بحبش اشتغل نوعيه الافلام دي، بس هو بقى حاجه كده ايه، بنسلك الدنيا، لان الواحد بقى له فتره غايب. بعتذر لكم طبعا عن الغياب الطويل ده، ولكن ان شاء الله راجعين الايام اللي جايه دي بشويه شغل حلوين، فاستنونا بقى. وما تنسوش تعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب على اليوتيوب، وتستنونا في الحلقات اللي جايه. سلام.